السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رجعت لكم بوصفة سهلة كتير وطيبة كتير وبمكونات بسيطة وخطوات بسيطة. رح نسوي بانكيك ياباني ببسكويت جاهز. خلينا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة. بنحضر علبتين بسكويت بالشوكولا وبسكويت سادة. أنا اللي عندي بنكهة الليمون، أي نوع بسكويت عندكم بيصير، ما شرط من هدول البسكويتات. كل علبة فيه 15 حبة من البسكويت. هلأ رح أشيل الطبقة اللي بين البسكويتات. الطبقة هي أنا الموجودة اللي بين البسكويتات طبقة من الشوكولا. هلأ أنا هيك رح أعزل البسكويت عن الشوكولا. رح أخذ بس البسكويت أحطهم بمحضرة الطعام. رح أطحن البسكويت بمحضرة الطعام لحتى ينعم معنا على السوا. رح أضيف كاسة من الحليب. رح أضيف بيضة، معلقة صغيرة من خميرة الحلويات، معلقتين صغار من كاكاو البودرة، معلقتين أكل من الطحين. راح اخفق المكونات مع بعضهم على السوا لحتى يختلطوا معنا المكونات. هلا هون شايفين لسه الخليط سميك شوي. رجعت ضفت معلقتين 3 من الحليب، لازم يكون الخليط هيك ناعم. شايفين فضيت الخليط وراح اريحه شوي لوقت اللي نجهز السادة. طريقة بسكويت السادة نفس الطريقة، راح اشيل الشوكولا من بين طبقات البسكويت. نفس الطريقة برجع بضيف كاسة حليب، بيضة، معلقتين من الطحين، معلقة صغيرة من خميرة الحلويات، وبخفق المكونات مع بعضهم على السوا. بخفق كل المكونات مع بعضهم على السوا لحتى كمان الخليط ينعم معنا هيك بهالشكل مثل ما نكون شايفين. حطيت طواية على الغاز، وهلا هون انا عندي الخليط اللي بالشوكولا، راح ابدأ اساويهم بانكيك. هلا عندي طواية تيفال، لازم ضروري يكون طواية تيفال. بشغل الحرارة لوقت اللي يسخن معنا الطواي. هلا هون شايفين بجيب انا هيك هالفنجان الصغير، بعبي وبساوي كل البانكيك بنفس الكاسة مشان يطلعوا نفس الحجم. نسخن الطواي ومنهدي الحرارة على الوسط. هلا هون هيك شايفين خليط البانكيك، بسكبه هيك بهالشكل. نستنى هيك بتطلع فقاعات، بس شفناها نشفت هيك بنقلبها على تاني طرف. شايفين بكل سهولة. هلا نشفنا الطرف التاني كمان هيك شايفين. هلا بنفس الطريقة بنرجع بنعمل كل اللي هيك الخليط لوقت اللي نخلص اللي بالشوكولا. خلصت هيك خليط الشوكولا. هلا بدأت بالسادة. هلا مثل ما كون شايفين انا سويت نصهم هيك غمقت اللون شوي، ونص التاني عفتن هيك كاشفين. راح احشيهم بالكريمة. كان عندي كريمة سائلة، كريمة الحلويات، انا خفقتهم وهيك. هلا راح احشيهم مثل ما نكون شايفين. حطيت معلقة صغيرة من الشوكولا البودرة على الكريمة، راح احشي فيهم السعدايات. ذوبت شوية شوكولا وحبيت ازينهم هيك بهالشكل. هاي شكل النهائي شايفين، بسم الله ما شاء الله. هلا راح افتح وحدة قدامكم، شايفين من جوا ما شاء الله، والطعم ولا اروع من هيك، طلعوا كتير طيبين. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا من هالفيديو. من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. السلام عليكم.